تعالوا اعلمكم شلون تسوون الدبس الابيض، تسوون به معسل برحي وهاي الامور. الناس مخبوصه بيه تشتري ب 10 15 كيلو، بسيط ما يحتاج. بالبيت تسوي بطريقه بسيطه جدا، وعالوش هم ما راح يوقع من العلبه ابدا. هذا الفيديو شاركوه كثير لانه احنا مقبلين على موسم تمر، واكيد راح يصير دبس كثير. ممكن اكو ناس تسوي مشاريع صغيره تبيعه، يعني دبس ابيض يكبسون به تمر، جدا حلو ولطيف. بس مقدما اي واحد يتعلم الطريقه من عندي يحجز لي حصتي من التمر. متفقين؟ تعالوا خلينا نشوف طريقه العمل. نحتاج بس دبس وخفاقة أو عجانة، أي شيء عندكم، حتى لو المضرب الثنائي مالت الكيك. نخلي الدبس بالعجانة، شغلت العجانة وبس هيك بكل بساطة تتركوا فد ربع ساعة راح يصير عندكم الدبس عبارة عن قوام مطاطي لاستيكي. هذا كل شي ماكو، بس دبس يعني، فلا ماكو داعي تشتروا 15 و 16 ألف. بعدين راح تخلطوا بالتمر. شي يعود لكم أي نوعية تمر. التمر مالتنا أمي رضي الله عنها مخليت لنا بيه جوز، وكذاك راح اخلي فوقها جوز لانه لطيف الجوز مع هاي الخلطة، جدا لطيف، جوز وسمسم. بكل بساطة تخلص الوصفة، خلطوها زين، حشوها بعلب، تقدرون تفيكون بيها على جماعة كلهم سويتوا لكم اياها بالبيت. لا والله صحيح، هو شغلة لطيفة البيت، جربوها. مرات خوش لكم وصفات، ركزوا على كلمة مرات. سووه واندعوا لي. اشوفكم فيديو جديد.